ما تقلقيش يا ماما، ان شاء الله خير. بابا باذن الله هيقوم لنا بالف سلامه. روحي بقى يا حبيبتي، انت ارتاحي وتعالي له بكره الصبح. انا كده كده عندي نبطشيه في المستشفى النهارده وقاعده معاه. اروح؟ اروح ده ايه؟ لا لا لا، انا ما اقدرش ادخل البيت ابدا من غير ابوكي. ابوكي؟ ابوكي ده هو البيت والامان. يا ماما، ايه الحب اللي جواكي ده كله لبابا؟ حب الدنيا كله يا بنتي قليل على ابوكي. ده عوض ربنا ورزقي من فرحتي في الدنيا كلها. ده الكلام اللي كان طالع من امي بوجع وخوف على بابا، رغم ان حالته كانت الحمد لله بسيطه. لكن بعد ما عرفت بقى قصتهم ما استغربتش وفهمت كويس قوي. وقبل ما احكي لكم انتوا كمان قصتهم كانت ايه، بدعوكم الاول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبنا نبدأ حكايتنا. أنا نورهان، دكتورة، وعندي أخويا الكبير مهندس، وأخويا بقى متجوز ومبسوط في حياته قوي والحمد لله. وأنا عن نفسي مخطوبة لدكتور زميلي محترم قوي، وافقت عليه بعد ما حسيت إن هو ده اللي ممكن أكمل معاه حياتي وأنا مطمنة وسعيدة كمان زي ماما وبابا كده. وكل الأمور كانت ماشية تمام التمام، لحد في يوم كنت في المستشفى وكان عندي نبطشية بالليل. لقيت وقتها أخويا وماما داخلين عليا بيجروا شايلين بابا ومنظرهم كان يخض قوي. جريت عليهم وقلت لهم: في ايه؟ ماله بابا؟ وما كلمتونيش ليه؟ ما كانش في وقت، اول ما اغمى عليه جبت وجيت لك على طول، احسن تكون غيبوبة سكر ولا حاجة. الحق يا نورهان، باباكي هيروح مني يا بنتي. رد عليا يا حبيبي، رد عليا يا غالي. ما تقلقيش بس انت يا ماما، حد يجيب لي كرسي هنا يا جماعة. يلا يا شادي هاتوا تعالوا ورايا على الأوضة. وبعد ما كشفت عليه أنا وكمان دكتور زميل ليا اطمنت والحمد لله، وطلعت أطمن ماما وشادي وقلت لهم: الحمد لله يا جماعة، اطمنوا، بابا فاق دلوقتي، بس لازم يفضل معانا في المستشفى هنا كده كام يوم. ليه بس كده يا نورهان؟ ما انت عارفة بابا ما بيحبش جو المستشفيات ده ومش بيرتاح فيها. طمنيني يا بنتي، قوليلي أبوكي ماله؟ ايه اللي هو فيه بالظبط؟ يا جماعة اطمنوا، والله بسيطة، مفيش أي حاجة تخوف. هو بس عنده السكر متلخبط شوية، والأحسن إنه يفضل معانا هنا كام يوم نظبط له فيهم السكر ونطمن عليه وبعدها يروح بألف سلامة. وبعدين فرصة بقى يا ماما، أهو نعمله تشيك أب، علشان زي ما انتم عارفين بابا مش بيحب يروح للدكاترة. طيب يا حبيبتي خلاص، وروح انت بقى يا حبيبي علشان تلحق تروح تاخد مراتك وتروح على بيتكم، أهو ترتاح لك شوية. ولا أقولك باتوا عندي النهاردة علشان تلحق تغمض لك عينك ساعتين ولا حاجة قبل ما تروح على شغلك. طب وانت يا ماما ما تيجي معايا روحت، وبكرة الصبح إن شاء الله ابقي تعالي. لا 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 يا شادي لا، أنا قاعدة هنا يا حبيبي، اتوكل انت على الله. وشوية ولقيت ماما تعبانة قوي مش مبطلة عياط. قعدت معاها قلت أطمنها، وبعدين قلت لها: ما تقلقيش يا ماما، إن شاء الله بابا يقوم لنا بألف سلامة. روحي انت بس وارتاحي وتعالي له بكرة الصبح، وأنا كده كده إن شاء الله عندي نبطشية في المستشفى هنا، يعني بايتة معاه. أروح؟ لا لا لا، ما أقدرش أدخل البيت أبدا من غير أبوكي. أبوكي هو البيت، هو الأمان. هي يا ماما، الحب اللي جواكي ده كله لبابا. حب الدنيا كله قليل على أبوكي يا حبيبتي، ده هو عوض ربنا رزقي من فرحتي في الدنيا كلها. دايما يا ماما بتتكلمي وكأنك ما شفتيش أي فرح في حياتك أبدا قبل بابا. حتى علاقتك بأهلك مش قوية، يعني مش قريبين من بعض زي بابا كده. لأني حقيقي ما عشتش يوم عادل إلا لما عرفت أبوكي. حياتي قبليه ما كانش فيها أي حنية ولا طبطبة ولا حتى أمان. طيب بقولك إيه، اتفضلي اشربي كوباية الشاي دي واحكي لي بقى اللي عمرك ما حكيتي لي عنه قبل كده. عارفة يا نورهان يا بنتي، لما جبت مجموع كبير في الإعدادية جريت على البيت طايرة من الفرحة. دخلت أجري على بابا وقلت له: يا بابا يا بابا، أنا نجحت وجبت مجموع كبير قوي،
أكبر من إخواتي كمان. أهو أنا كده بقى هدخل تمريض، أو حتى أدخل ثانوية عامة. إيه رأيك بقى؟ تمريض إيه بس وثانوية عامة إيه؟ لا، لحد كده وكفاية. هو أنت فاكرة نفسك عايشة فين؟ إحنا هنا في الأرياف، وعلام البت سترها. يا بابا ده أنا كل سنة بنجح وبجيب مجموع أكبر من إخواتي الولاد كمان، وأكبر من أي حد في البلد كلها. لا يا بابا لا، أرجوك علشان خاطري ما تحرمنيش من التعليم. انت تنسي الكلام ده خالص. اخواتك الرجاله هم بس اللي يتعلموا، لكن انت الجواز سترة ليكي. هو ده نظامنا هنا، وده اللي انا اعرفه وكبرت عليه. كان شايف وقتها بقى يا بنتي ان التعليم من حق الولاد وبس. بدأ يفتح الباب للعرسان. بس انا كنت لسه جوايا طفلة بتحلم تبقى حاجة حلوة في المستقبل، وبقيت برفض اي حد بيجي يتقدم لي، لحد ما حسوا وفهموا واتأكدوا في البيت إني برفض عشان موضوع التعليم والدراسة ده. علشان كده بقى بابا خطبني لواحد منهم، رغم إني فهمته كتير قوي إني ما بحبهوش، بس هو كان بيقنعني دايما إن حياتي معاه هتكون كويسة. وعملتي إيه بقى يا ماما بعد كده؟ تخليتي عن حلمك بالسهولة دي؟ حاولت يا بنتي، عافرت على قد ما أقدر وأكتر ما أقدر كمان، بس ما عرفتش، ما قدرتش. وكل يوم ما كنتش بحب خطيبي فيه أكتر من اليوم اللي قبله. كان زيه زي أهلي، عمره ما شجعني على أي حاجة بحبها. لحد ما فجأة غمضت عينيا وفتحتها، لقيتهم حددوا ميعاد كتب الكتاب، وفكروا بقى وقتها إن الجواز هيخليني أحبه. وكملت أمي كلامها وهي بتعيط، كأن لها لسه بتعيش الوجع ده من أول وجديد. وعرفت منها إنها حاولت تمشي، تسيب البيت، مرة تروح عند عمها، مرة تروح عند خالها، بس هما كانوا بيرجعوها وجوزوها بالعافية من غير رضاها. وأيام ولقت نفسها في بيت عريسها ده اللي المفروض بقى جوزها. ولما رفضت إنه يقرب منها اتهمها وقال لها: هو أنت إيه حكايتك بالظبط؟ إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ ده ملوش إلا معنى واحد. انطقي قولي لي مين لمسك قبلي. عيب الكلام ده اللي أنت بتقوله ده يا سالم. أنا عمر ما حد لمسني ولا هيلمسني كمان. أنت فاهم ولا لأ؟ أمال خايفة ليه؟ ليه مش عاوزاني أجي جنبك ولا أقرب لك؟ مش عاوزة المستخبي يظهر ويبان ولا إيه؟ اخرس، أنا أحسن بنت في الدنيا كلها، ما تقولش كده عليا. وهنا بقى حماتها كانت طلعت واتدخلت في الكلام، وبقت هي كمان تشتمها وتهينها، وأمرت ابنها إن يدخل عليها عافية ياخد حقه منها زي ما قالوا بالقوة. والنتيجة بقى إن هما بعدها شالوا أمي على المستشفى بعد ما كانت اتبهدلت يا حبيبتي، لدرجة إن الدكتور كان بيحسب إن راجل غريب هو اللي اتعرض لها، لأن الموضوع كان ظاهر جدا إنها عافية، وكان عاوز وقتها يعمل محضر بالكلام ده، لولا إن جدي هدى الموضوع وقال للدكتور: خلاص خلاص يا دكتور، ده جوزها، وهي بس اتكسفت منه حبتين وعندت معاه. برضه يا حاج، ده ما يكونش بالطريقة دي، بنتك كانت ممكن تروح فيها لا قدر الله. خافوا على بناتكم شوية يا جماعة، مش كده؟ لو روحتني بيته يا بابا ولا هرجع معاه ولا معاكم. وانا مش هطلق وهسيبك متعلقة كده، لا طولي بقى سما ولا أرض. يا بنتي يا ليلى، خلاص فوقي كده يعني عشان تقومي تروحي معايا، وما تخافيش أنا مش هرجعك ليه، بس قومي يلا. وقتها يا بنتي جات لي جلطة، أيوة جلطة، ونفسيتي بقت من سوء لأسوأ من زعلي على نفسي، وكلام الناس وقتها ما كانش بيرحمني. هي يا ماما للدرجة دي؟ طب وبعدين وقفتي تاني على رجلك ازاي؟ رغم اني وقتها كنت موجوعة قوي، بس حاولت أقوى علشان خاطر أمي اللي كانت يا حبيبتي مغلوبة على أمرها زي كده بالظبط. قربت من ربنا قوي، وبقيت كل يوم أدعي في قيام الليل إن هو يعوضني، وطبعا جدك خاف يرجعني ليه ففضل مخليني عنده. وكملت أمي كلامها وقالت إنها أول ما ربنا شافاها نزلت شغل في مكتبة بتاعت عم غريب ومراته، وإنها وقتها حبتهم قوي بعد ما حست بحنيتهم عليها، خصوصا لما قربت منهم
وعرفوا حكايتها، وكملت كلامها وقالت لي: في الوقت ده بقى يا بنتي إسماعيل أبوكي كان بيجي لهم على طول، كان بيجي مع ابنهم لأن هو كان صاحبه، وطبعا حبيتوا بعض من أول نظرة. أنا منكرش إن هو دخل قلبي، بس ما كنتش أقدر أفتح له باب ولا حتى أتكلم معاه، لأني كنت لسه على ذمة سالم. طيب وبابا عمل إيه يا ماما؟ عمل إيه لما عرف؟ أبوك يا بنتي كان بيحبني قوي، واتمسك بيا أكتر لما عرف حكايتي من مرات عم غريب. بس وقتها بقى بعد أسبوعين كده، أصله كان صعيدي ووحيد أهله وما اتجوزش قبل كده، فكان الموضوع صعب قوي عند أهله. يعني كمان أهله رفضوك يا ماما؟ بس إزاي؟ ده جد وتيتا بيحبوكي قوي دلوقتي. معذورين يا بنتي، وقتها كانوا عاوزين يجوزوه البنت بنوت يفرحوا بيه، لكن هو وقف لهم وقال لهم: أنا مش هتجوز حد غير ليلى، ليلى وبس. يا ابني وانت ليه تاخد واحدة اتجوزت قبلك؟ لا، وكمان ايه، ما قعدتش في بيت جوزها اسبوع على بعضه، بقى ده اسمه كلام ده يا اسماعيل؟ حرام عليك يا امي، انت مؤمنة وعارفة ان حرام ترمي الناس بالباطل. واللي اتأكدت منه انها ما اتجوزتش برضاها، وان جوزها ما كانش كويس معاها واذاها كتير قوي. ولو قلت لك اني مش موافق على الجوازة دي هتعمل ايه؟ سامحني يا بابا، حضرتك عودتني ان الراجل يختار ويتحمل نتيجة اختياره، وليلى هي اختياري. ولو حضرتك ما وافقتش انا هسيب البيت وهاخد لها شقة بره، ولو وافقتوا يبقوا تقولوا للدنيا كلها انها ما اتجوزتش قبلي، واني اول راجل في حياتها، علشان حقيقي انا اول راجل في حياتها وفي قلبها. وبعد ما بابا اقنع اهله، اتواصل مع جدي ابو ماما لانها رفضت تتواصل معاه نهائي، واتفق معاهم ان هو وعمه غريب هيقفوا معاهم ضد سالم. وفعلا وقفوا له لحد ما طلقوها منه، لان كده كده الجوازه دي كانت باطله لانها بغير رضا الزوجه. وبعدها سالتها وقلت لها: وبعدين بقى يا ماما، تيتا وجدو عملوا معاكي ايه لما شافوكي؟ جدك وجدتك طيبين يا بنتي، قلوبهم بيضة وفيهم حنية ما شفتهاش من أهلي نفسهم. ما ابوكي طلع لهم برضه، ورغم معارضتهم لجوازنا لكن من أول يوم خطوبة وربنا زرع محبتي جوه قلوبهم. ده علشان انتي طيبة يا ماما، واتظلمتي كتير في حياتك، ربنا عوضك ببابا وبحبه ليكي وحب أهله كمان. عندك حق يا بنتي، أنا من وقتها اكتشفت إن اللي بيحبك عمره ما هيجي عليك أبدا ولا يقول عليك اللي مش فيكي. يا بنتي الرزق مش شغل ولا تعليم ولا كارير، الرزق الحقيقي حد يحبك ويشجعك ويقف في ظهرك، حد عاوز الناس كلها تشوفك أحسن حد. الراجل هو اللي يعززك وما يقللش منك. عرفتي بقى سر حبي الكبير لابوكي ايه؟ هي دي العلاقات اللي مهما مر الزمن بينا ولا بتتنسي ولا مكانتها بتقل في قلبنا. حقيقي احنا اللي بنبني غلاوتنا في قلوب حبايبنا.